بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة ايمي بدر. برحب بكل المشتركين عندي على القناة وبرحب بالمشتركين الجداد، وان شاء الله نشوف فيديو جديد مع بعض. بداية تفريزات الشهر الكريم بإذن الله. اول حاجة هنبدأ نعملها ان شاء الله هي الطماطم. طبعا سعرها اليومين دول في السوق حلوة قوي، وكمان حلوة جامدة يعني. وزي ما احنا شايفين كده بنختار الطماطماية الحلوة، بنقيها كويس طبعا. هي ما شاء الله اليومين دول جميلة جامدة وحلوة وفي السوق جميلة يعني. هنعملها ان شاء الله بطريقتين. هنعملها بالطريقة اللي هي اللي اغلبية الناس بتعملها، والطريقة التانية ان شاء الله اللي هي بقى طريقتي انا، بحبها بصراحة سهلة وبسيطة كده وسريعة. اول طريقة معايا، باخد كل طماطمية كده وبقسمها على 4 زي ما احنا شايفين، واحطها في الحل عادي خالص من غير اي اضافات، على نار متوسطة كده بالمنظر ده. طبعا الكمية اللي عندي جت على حلتين كده زي ما احنا شايفين، اكبر حلتين عندي. وفضل كمان ان هما يكونوا الافضل يعني جرانيت او سيراميك او تيفال، علشان بس نتفادى انها تلزق او اي حاجة. هي مجرد بس بنولع عليها النار شوية نبص نلاقيها طلعت المية بتاعتها كده بالمنظر ده. بس حابة بس اقول ان بالنسبة للحلال الالومنيوم، بس عشان انا اعرف ان هي بتبقى مضرة، عشان بس الطماطم بتتفاعل مع الألمنيوم وكده، فالأفضل صحيا ان احنا نبعد عنها. بس بفضل بقى ان انا بتابعها كده في التسوية، كل يعني كل فترة كده بقلبها بالمنظر ده، علشان طبعا هي اصلا كبيرة، حجم الطماطمية كبير وجامدة، فبتاخد وقت شوية على النار. بس بفضل كده بقى انا بتابعها اهو، زي ما بوريكم كل المراحل اللي مرت بيها التسوية. بس هنا خلاص يعني استوت معايا كده بالمنظر دوت. هنا بس فاضل حبة مية صغيرة بتتشربهم. بس بعد ما هديت معايا شوية كده بدأت ان انا اضيفها، احطها عندي في الخلاط كده بالمنظر ده، وهبدأ ان انا طبعا اضربها كويس. بعد كده ببدأ ان انا بصفيها بقى بحطها في المصفى كده، وببدأ ان انا اصفيها كويس. بس بخلص الكمية كلها بقى، ببدأ بقى بعد كده ان انا بحطها على النار كده بالمنظر ده، وببدأ ان انا اضيف لها معلقتين من السكر، معلقتين من البابريكا، معلقتين من الملح. بقلبهم كده كويس، وبعد كده بسيبها بس شوية لغاية اما بتعمل بتبقى عاملة زي البقبقة كده، اعرف ان هي كده خلاص كفاية عليها، وابدأ ان انا بدفع عليها النار وكده خلاص خلصت. طبعا في ناس بتضيف زيت، براحتكم عادي خالص مفيش مشكلة، بس انا بحب ان انا اشيلها كده. ولما باجي بستخدمها على حسب الاستخدام، هعمل بيها هاخد لصلصة البيتزا بضيف شوية زيت شوية زعتر. بظبط التتبيلة بتاعتي يعني كل واحدة بقى زي ما هي عايزة. اي بقى الخضار لصلصة المكرونة كده كده بيضاف لها زيت او سمنة زي ما انتوا عايزين. بس فبعمل اهي بدأت معايا تعمل كده خلاص كده خلصت، انا شلتها من على النار. هبدأ هنا بقى اعمل حبة كاتشب كده جميلة للولاد. طريقته حلوة قوي وسهلة، بإذن الله تعجبكم إن شاء الله. داخلين بقى على الترم التاني أهو، نبدأ إن احنا نظبط لهم برضو معانا الحاجات اللي بيحبوها. خدت كبشتين من الصلصة كده وحطيت عليهم نص كوباية من السكر، نص كوباية صغيرة، وعليهم عود قرنفل واحد، وهضيف كمان معلقة صغيرة من البابريكا. وبعد كده بس هي طبعا متسبكة خلاص مش محتاجة حاجة يعني. هبدأ اضيف برضو نص كوباية صغيرة من الخل، اهي بضيفها كده بس تاخد غلوة واحدة بس. وهبدأ علشان بس اللسعة بتاعة الخل ما تروحش مننا، هبدأ اضيف بس اشيلها بقى كده دلوقتي من على النار. ده هنا حطيت ذرة ملح طبعا نظبط الحقيقة. هنا بقى نحط معلقة صغيرة من النشا، وكمان عليها بق مية يعني معلقتين كبار من المية كده، حاجة بسيطة خالص. وابدأ ان انا اضيفهم على الصلصة. طبعا كنت رفعتها من النار خلاص. ابدأ بس اديها تغلي غلوة بس كده تتقل معايا سنة، وبس كده تبقى اجمل كاتشب ان شاء الله للولاد. تقدروا تجهزوه لهم باذن الله للمدرسة. بس دي كانت طريقة الكاتشب. نبدأ بقى بعد كده اكيس الصلصة بتاعتي. طبعا خلاص بقى بردت اهي زي ما احنا شايفين.
بدأت ان انا بحطها في الاكياس كده بالمنظر ده. طبعا كل كيس على حسب كمية تقدير حضرتك بقى للكمية اللي بتحتاجيها في كل صنف يعني. طبعا كنت رابطة الاكياس كده في الاول، وبعد كده حبيت ان انا احطها مفرودة كده بالمنظر ده عشان ما تاخدش مكان معايا في الفريزر. ابدأ بقى ان انا كمان الكاتشب بريد، فعندي الازازة طبعا بتاعة المحتفظة بيها، فحبيت ان انا احطها برضو في العلبة بتاعته كده. بدأت ان انا افضيه في كيس الاول، وبعد كده بفضيه في الازازة بكل سهولة كده بالمنظر ده. بس دي كانت طريقة الصلصة وطريقة الكاتشب، جميلة قوي. ان شاء الله تعجبكم باذن الله، تجربوها للولاد باذن الله وتعجبكم. هنيجي دلوقتي بقى ان شاء الله هنشوف دي كمية طماطم عندي بقى. هبدأ دلوقتي كده ان انا هاخد منها جزء هغسله، وبعد كده ان شاء الله نبدأ نعمله بالطريقة اللي هي طريقتي انا بقى. دي كده قطعتها هنا بعد ما غسلتها كويس، طبعا قطعتها في الخلاط كده بالمنظر ده، وحبة مية صغيرة ضربتها. بعد كده الكمية اللي اتبقت ضربتها مع الطماطم العصير المعصورة من غير اي مية تاني بقى خلاص. وبعد كده بصفيها بالمنظر ده زي ما احنا شايفين، وببدأ اشغل عليها النار برضو، احط لها سكر ملح بابريكا وبسيبها تتسبك بس. وكده بتبقى ايه تخلص معانا وبتبقى جميلة، وبتبقى هي انا مش شايفة اي اختلاف بصراحة بين الطريقتين، غير ان الطريقة الاولانية دي بصراحة خطواتها كتير وبتهدر في الوقت، فدي طريقة الانجاز. بس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى ان شاء الله ان يكون في افادة، تكون الطريقة عجبتكم بإذن الله. أتمنى لو أول مرة حضرتك تشوفي قناتي تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. أشكركم لحسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.